السلام عليكم ورحمة الله. النهارده بإذن الله ميعادنا مع حرف جديد من سلسلة تعليم الحروف للأطفال، والنهارده معانا حرف الفاء. شايفين حرف الفاء عامل ازاي؟ عامل دورية كده مغمضة وليه رقبة قصيرة قوي، وبعدين بنمشي بيه على السطر ويطلع سنة صغيرة. يبقى ده شكل حرف الفاء. طب انت صوتك ايه بقى يا عم حرف الفاء وانت عليك الشرطة المايلة اللي احنا اتفقنا ان الشرطة المايلة دي اسمها ايه؟ اسمها حركة الفتحة. بنخلينا نفتح بقنا واحنا بنقرأ اي حرف اول ما بتيجي على راسه. يبقى اول ما شفنا حركة الفتحة دي نقول ايه؟ نقول فا. فاء فتحة فا. هنفتح بقنا واحنا بنقرأ الحرف. نشوف ازاي هنكتب حرف الفاء ده في الكلمة، في اول كلمة ووسط الكلمة واخر الكلمة. يلا بينا. حرف الفاء في اول الكلمة بنكتبه عامل ازاي؟ بنكتب راسه بس، شوفوا دورية اهي وليه رقبة صغننة قوي وبيمد ايده عشان يمسك اي حرف جاي بعده. يبقى شكل حرف الفاء في اول الكلمة ما كتبنالوش بقى، ما كملناش جسم حرف الفاء، لا كتبنا راسه بس والرقبة الصغيرة ومد ايده عشان يمسك اي حرف جاي. لكن في وسط الكلمة شايفين شكله عامل ازاي؟ مد ايده عشان يمسك اي حرف جاي قبله. يعني مثلا لو اعتبرنا ان ده حرف جاي قبله، شايفين مد ايده اهو عشان يمسك الحرف اللي قبله، وبعدين بيمد ايده التانية عشان يمسك اي حرف جاي بعده. يعني لو اعتبرنا ان ده حرف هيجي بعده، شايفين اهو هيمسك ايده ويمد ايده كده ويمسك في اي حرف جاي بعده. يبقى حرف وسط الكلمة اهو ليه ايد من هنا بيمسك بيها الحرف اللي قبله، وايد تانية بيمسك بيها الحرف اللي بعده. يبقى الشكل دوت اول ما اشوفه في وسط الكلمة اعرف فورا ان ده حرف اسمه حرف الايه؟ حرف الفاء. وكمان عليه نقطة واحدة بس، اتفقنا؟ يبقى حرف الفاء في أول الكلمة ووسط الكلمة بيبقى بالشكل ده. في آخر الكلمة بقى لما بيجي هو بيكون آخر حرف في الكلمة، بيمد إيده يمسك أي حرف جاي قبله ويكمل الرسمة بتاعته عادي جدا، اللي هي بيمشي على السطر كده ويطلع بديل صغنون قوي عشان هو في آخر الكلمة. يبقى ده شكل حرف الفاء في آخر الكلمة. يبقى أول ما أشوف أي شكل من أشكال حرف الفاء في الكلمة ما اتلخبطش أبدا، واعرف ان شكل حرف الفاء ممكن يتغير على حسب مكانها في الكلمة. يلا بينا بقى نشوف اشكال واوضاع حرف الفاء في الكلام بالامثلة، ونطلع مع بعض حرف الفاء ونشاور عليه مع بعض. يلا بينا. اول شكل معانا من اشكال حرف الفاء هو شكله في اول الكلمة. شايفين كلمة فم؟ فم فين حرف الفاء؟ في اول الكلمه انا قلت فم. يبقى هنا الفاء عليها برافو يا حلوين، عليها حركه الفتحه لاني نطقت حرف الفاء مفتوح، فتحت بقي وانا بنطق الحرف. يبقى هنا فم. الفاء جت في اول الكلمه عامله ازاي؟ الراس بتاعتها اهي ورقبه صغننه قوي ومدت ايدها عشان تمسك الحرف اللي بعدها. طب يلا نشوف كلمه كمان. الله، كلمه فيل. شايفين برضو حرف الفاء عشان جه في اول الكلمه شكله عامل ازاي؟ عمل راسه كده والرقبه الصغننه بتاعته ومد ايده عشان يمسك في حرف الياء اللي جه بعده. يبقى ده شكل حرف الفاء في اول الكلمه. مش ممكن ابدا اغير شكله في اول الكلمه. يبقى لازم لو الكلمة هتبدأ بحرف الفاء في أول كلمة أكتبه بالشكل ده، دورية صغيرة وليه رقبة صغنونة قوي وبيمد إيده يمسك أي حرف جاي بعد. كلمة تفاح. شايفين هو أنا بدأت بصوت حرف الفاء ولا في حرف قبلها؟ بدأت قلت تف. يبقى التاء في حرف قبل الفاء والفاء جت في وسط الكلمة، وعشان الفاء في وسط الكلمة بتعمل ايه؟ بتمد ايدها اليمين والشمال، بتمد ايدها الاتنين عشان تمسك الحروف، الحرف اللي جاي قبلها وكمان الحرف اللي جاي بعدها. وقلت فا. ليه قلت فا؟ لان فوق راسها الشرطة المايلة الصغيرة اللي اتفقنا ان هي حركة الفتحة. وبأكد دايما على ان الاطفال لما بتتعلم من البداية الحرف وصوته وهو مفتوح بيبقى سهل عليهم جدا الكسر والضم، وكمان بمجرد ما بنخلص حركة الفتح للحروف كلها الطفل بيقرأ فورا كلمة ثلاثية
بحركة الفتح. يبقى هو ده شكل حرف الفاء في وسط الكلمة، لازم اعرفه كويس واعرف ان مش ممكن ابدا ان يبقى فيه حرف فاء في وسط الكلمة واكتبه باي شكل غير الشكل ده. واخر شكل معانا بقى حرف الفاء في اخر الكلمة. معانا كلمة مصحف. شايفين نطقت حرف الفاء فين؟ انا بعرف مكان الحرف من وانا بنطقه، ببدأ بيه ولا بيكون في المنتصف ولا بيكون في اخر الكلمه. هنا كلمه مصحف، شايفين صوت حرف الفاء جه فين؟ جه في اخر الكلمه. يبقى لازم اكتبه بالشكل ده، بيمد ايده يمسك الحرف اللي قبله ويكمل الرسمه الاصليه بتاعته. عشان ايه؟ لان مفيش ولا حرف جاي بعده، يبقى لازم يتكتب بالشكل ده. يبقى هو ده كمان شكل حرف الفاء في اخر الكلمة، ومش ممكن ابدا اكتبه يكون حرف الفاء عندي في اخر الكلمة واكتبه باي شكل غير الشكل ده. اتفقنا؟ يبقى احنا النهارده في الفيديو خدنا حرف الفاء وعرفنا ان هو بيبقى شكله عامل ازاي، دورية صغيرة وليه رقبة صغنونة وبنمشي مظبوط على الخط ونطلع سنة صغيرة، وكمان فوق راسه نقطة. عرفنا ان صوت حرف الفاء وهو مفتوح بنقول ايه؟ فاء فتحة فاء. خدنا كمان اشكال حرف الفاء في ومواضع حرف الفاء في الكلمة، وعرفنا ان هو بيتكتب بالشكل ده في اول الكلمة، يعني بيعمل الراس وهو والرقبة بتاعته وبيمد ايده عشان يمسك اي حرف جاي بعده في اول الكلمة. وسط الكلمة بيمد ايديه الاتنين عشان يمسك الحرف اللي جاي قبله والحرف اللي جاي بعده، لكن في اخر الكلمة بيمد ايده بيمسك الحروف اللي جايه قبله بس وبيكمل الرسمة بتاعته عادي جدا. وبكده نبقى خلصنا النهاردة حرف الفاء، وخدنا شكله ازاي بنكتبه، وكمان خدنا اوضاعه او اشكال حرف الفاء في الكلمة، وخدنا ازاي بتكتب في اول كلمة ووسط الكلمة واخر الكلمة، وعرفنا صوته وهو مفتوح. كمان عرفنا ازاي بنكتب حرف الفاء لما بيكون في اول الكلمة او وسط الكلمة او اخر الكلمة، وان ما ينفعش ابدا ابدل بين الاماكن. يعني ما ينفعش حرف الفاء يبقى عندي في وسط الكلمة اكتبه بالشكل اللي بيتكتب بيه في اول الكلمة، لازم اشوف حرف الفاء فين موقعه او مكانه في الكلمة واكتبه بنفس الشكل اللي المفروض يتكتب فيه. لو انا بنطق حرف الفاء في اول كلمة اكتبه بالشكل ده، لو وسط الكلمة اكتبه بالشكل ده، لو في اخر الكلمة اكتبه بالشكل ده. طيب وامتى بكتبه بالشكل ده؟ لما بيجي قبله حرف من الحروف الشقية او اللي عملت حادثة وايدها مكسورة وما بتعرفش تمسك في ايد اي حرف جاي بعدها، بنكتبه بالشكل ده. وبكده نبقى خلصنا الفيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الامهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.